على الرغم من الأرضية الكارثية لمركب أمير مولاي عبد الله. كنا بالأمس عبد الله أو قبل 3 أيام مع مونديال الأندية، اليوم أصبحنا مع مونديال التعرية إن صح التعبير. ولديك في الفيسبوك يعني أشياء كثيرة جدا تقال على أرضية المركب، خاصة بعد السطولة والبونج وغير ذلك التي تم استخدامها، فكانت ربما الأمور نوعا ما مسيئة لصورة المغرب والملايير التي صرفت على الملعب. الملعب جميل جدا، رائع، تجهيزاته ممتازة، مرافقه ممتازة، ولكن أرضيته أكثر من كارثية، وشهدنا ذلك بعد أمطار الخير التي سقطت قبل شهر تقريبا على أرض المملكة، على العاصمة الرباط. اليوم برك مائية، اليوم ربما يعني هناك من باب الدعابة فقط نخرج عن السياق الرياضي. الجمهور يقول بأن سيأتيهم فاتورة بوليصة التأمين الخاصة بكريستيانو رونالدو ونجوم ريال مدريد مع فاتورة الماء والضوء في حال لا قدر الله حدث شيء لنجوم ريال مدريد، فريق الذي يعني بميزانية خيالية ربما للأسماء لامعة تسيطر وتهيمن على الكرة العالمية لأبناء أنشيلوتي. ولكن نتمنى يتم تدارك الأمر، نتمنى أن تكون هناك حلول مستعجلة قبل اللقاء المرتقب للفريق الإسباني في أول مبارياته في مونديال الأندية، كيف لا هو الفريق الذي سيصل يوم غد تحديدا عبد الله ربما في 12 ظهرا إلى مطار الرباط سلا. ولكن لدينا كل الثقة باللجنة المنظمة بأن يتم تدارك الأمر لكي نشاهد طبقا كرويا شهيا.